السلام عليكم. واكتمل عقد الثمان فرق في دور الثمانية للتشامبيونز ليج الافريقي بعد صعود الجيش الملكي كاول المجموعه وصن داونز كتاني. المباراه لسه منتهيه والجيش الملكي قدر ان هو يتعادل على ارض صن داونز بنتيجه 1-1. يبقى كده وبحسب القرعه اللي لسه هتتعمل ان شاء الله قريب، النادي الاهلي عنده واحد من الثلاث فرق ان هو يقابلهم: الهلال السوداني، الترجي التونسي، الجيش الملكي المغربي. بعيدا عن اي فريق احنا هنقابله في الكوارتر فاينل، واللي طبعا اللي لازم كلنا نكون عارفين ان مباراه الذهاب هتلعب في القاهره، مباراه العوده هتلعب على ارض المنافس لانك طالع تاني مجموعه. بس بغض النظر عن اي فريق، انا عايز اتكلم معاك في كام حاجه، اعتبرنا بندردش مع بعض شويه. اولا، مباراه الذهاب للكوارتر فاينل هتتلعب في اخر مارس، وكمان هتتلعب على ارضك في القاهره. المباراه اللي هتكون محتاج انك تامن فيها نفسك تهديفيا، وبمعنى كده ان انت مطالب او تقدر ان انت تحقق اكبر عدد من الاهداف على ارضك قبل ما تطلع لمباراه العوده. كذلك الامر عندك 12 يوم على قفل باب الانتقالات بتاعه يناير الشتويه. يا ريت نكون استقرينا على مين جاي ومين ماشي ونشتغل بسرعه. الفتره من دلوقتي لحد المباراه الاولى ما تتلعب انت عندك بتتكلم في حوالي 10 اسابيع، يعني تقريبا شهرين ونص، وده علشان تحضر للمعركه الافريقيه القادمه مهما كانت قدام مين. الثلاث فرق جامدين جدا السنه وعاملين نتائج اكتر من رائعه سواء جوه الارض او بره الارض، فانت عندك 10 اسابيع تحضر نفسك كويس جدا للمباراه الجايه. وحقيقي لازم ترجع لمستواك من تاني لو ناوي ان انت تحتفظ بالبطوله للمره الثالثه على التوالي. احنا كلنا عارفين ان موضوع صفقات او مش صفقات، البطوله دي من اقوى البطولات اللي حصلت في الفتره الاخيره، ولو ان شاء الله ربنا كرمنا وجبنا صفقات جديده تدخل تلعب على طول عشان نقدر ان احنا نقف على مستواهم ونقيمهم كويس، وهم كمان يقدروا ان هم ينسجموا في الفريق بسرعه. في الشهرين ونص دول انا لازم اشتغل بدني عالي جدا. البدني عندنا في الاهلي واقع، ويا ريت نقلل من الاجازات الهبله اللي كولر بيديها للعيبه دي كل فتره والتانيه. انت عندك شهرين ونص مش هتلعب فيهم غير ماتشات الدوري بس، اللي هو هتلعب ماتش كل 4 أو 5 أيام، يعني بتهيالي راحة وانتخى بعد كده مفيش. قصد اقول لك ان انت عندك فرصة انك تلم اوراقك من تاني، و it's not too late. الموضوع مش متأخر للدرجة. والمباريات الجاية بتاعت الدوري لو بصيت عليها ما فيهمش ماتشات جامدة او قوية الا ماتشين جامدين بس، اللي هو بيراميدز اللي هتلعبه بعد فاركو، وكمان هتلعب الزمالك يوم 22 فبراير ان شاء الله. يعني انت عندك مساحة كبيرة ان انت تجرب وتستقر على تشكيل كويس سواء بصفقات جديدة او من غير، علشان تقدر تحط ايدك على مفاتيح اللعب والناس او رجالتك الاساسيه اللي انت هتشتغل بيهم في بطوله افريقيا. انا عايزك تحضر او تاخد الماتشات الجايه دي، تبقى مهم ماتشات كتير على فكره، ان انت تقف على السكواد اللي هتكمل بيه افريقيا. انت في افريقيا لسه عندك الكوارتر فاينل، سيمي فاينل، والفاينل. وكمان ما تنساش ان في الفتره دي هيرجع لك عدد من المصابين ان شاء الله رب العالمين. يحيى عطية الله هيكون رجع، عندك اشرف داري هيكون رجع، طاهر محمد طاهر يكون رجع. يعني بعد الازمات الاخيره دي مش عارف برضه لسه عندي احساس ان مارسيل كولر احتمال ما يكملش. وتعالى ناخد المنهج ده كانه هيحصل بالفعل. يعني خلينا نقول مثلا لو حصل لك دروب في ماتش بيراميدز الجاي في الدوري، انا شايف ان مارسيل كولر ممكن يمشي. الموضوع ممكن يكون صعب ويسبب لك ازمه كبيره، لان هيكون عندك يعني شهور قليله جدا على كاس العالم انديه، وده البيج دريم للاهلاويه كلها. وهنا بقى يجي السؤال اللي بمليون دولار: هتعمل ايه في حاله ان كولر ماشي؟ هو كده احنا عارفين، وانا كنت قلت لكم قبل كده ان كولر كان بيتكلم مع المقربين منه ان هو بعد كاس العالم الانديه هو بيفكر ان هو يعتزل التدريب. خلينا نقول ان هو احتمال يمشي بدري. في نفس الوقت اللي انت هتشتغل فيه على انك تجيب مدير فني اجنبي من تاني وتبحث عدد من السي فيز بتاع المديرين الفنيين، مع انك ممكن تكون بتبص بره وفي واحد جميل قاعد مستني منك اشاره برضه، يعني لو تحن علاقته بيه كويسه واحنا علاقتنا بيه كويسه، راجل بيحب الكره الهجوميه والاهلي كان معاه شكل تاني. بس ما علينا، اتس اب تو يو، ده قرارك انت مش قرارنا احنا بنحاول نساعد بس. فدلوقتي هتيجي تدور على مدير فني من ابناء النادي الاهلي ان هو يشيلك الفريق حتى لو مؤقتا قبل ما تجيب مدير فني جديد. والكلام ده كان حصل قبل كده مع تقريبا مع جريدو لما فتحي مبروك اخذ المسؤوليه الفنيه، وكمان كان كابتن عبد العزيز عبد الشافي كان اخذ المسؤوليه الفنيه برضو في مرحله من الترانزيشن. مع ان خليني اقول لك انا معجب جدا بتجربه خوسيه ريفيرو مدرب اورلاندو بايرتس. الراجل ده عامل طفره مع فريق اورلاندو بايرتس. احنا حظنا مع الاسبان مش قد كده، لان احنا كان جالنا جريدو ده كان حرفيا اسوأ مدير فني جه في تاريخ النادي الاهلي، مع اننا اخدنا معاه الكونفدراليه بس مش بتاعنا. المهم ما علينا، هيكون عندك واحد من الثلاثه انك تختار ما بينهم اللي هم يتحملوا المسؤوليه الفنيه عبال ما تجيب مدير فني جديد. عندك عبد العزيز عبد الشافي او كابتن عبد العزيز عبد الشافي، عندك كابتن فتحي مبروك، وعندك كمان كابتن مختار. بما ان الثلاثه مسكوا انديه قبل كده، وكان 2 منهم قادوا النادي الاهلي وواحد منهم خد الدوري معاه، فالناس فاهمه
الدنيا ماشيه ازاي في النادي الاهلي. للاسف انا استبعدت سامي قمصان من القايمه، لان انا افتكر ان سامي قمصان مش كرييتيف. يعني عندي احساس ان هو ما بيحاولش ان هو يطور من نفسه، هو راضي ومرضي ان هو يكون الراجل التاني عادي جدا، على عكس واحد زي مثلا حسام بدري زمان كان شادوينج جوزيه، هيتعلم منه، بدا ان هو مسك الاهلي. بعد كده سامي قمصان تحس ان هو ما عندوش النيه للكلام ده، هو حابب ان هو يكون الراجل التاني عادي جدا وممكن يكمل فيها بقيه عمره. في ناس كده طبعا، مع كل الاحترام للشخص وتقديره، ده شخص محترم جدا. كابتن فتحي مبروك تولى قياده فنيه النادي الاهلي قبل كده في موسم تقريبا 2014 لما اتخلصنا من جريده واقلناه، وعلى ما اتذكر تقريبا فتحي مبروك قدر ان هو يفوز بالدوري مع النادي الاهلي. الاوبشن الثاني قلنا كابتن مختار قاد عدد من الانديه زي بتروجيت وزي انبي، واللي اخذ مع انبي كاس مصر قبل كده سنه 2011، وهو كمان موجود معانا في النادي في لجنه التخطيط وغير مرتبط باي نادي. يعني احنا مش عايزين هنروح نجيب واحد من ابناء النادي الاهلي اللي هو معاه عقد مع فريق تاني عشان يجي يمسك النادي لفتره مؤقته، الموضوع ده مش فير. والاوبشن الثالث كان كابتن عبد العزيز عبد الشافي، وهو كابتن عبد العزيز عبد الشافي عملها مرتين قبل كده سنه 2010 وسنه 2015. وحته ان انت تجيب مدير فني جديد اجنبي مش لازم تطول زي ما قلت لك، لان الوقت عندك ضيق وداخلين على معمعة كاس العالم، اشتراكك فيها المره الاولى بالنظام الجديد مش لازم يكون اشتراك تشريفي، لا انت عايز تصعد على الاقل من دور المجموعات عشان تثبت نفسك وتقول انا اهو. ولو اني برضو عندي رايتين، يعني حته انك تقيل كولر دلوقتي الموضوع فعلا صعب جدا لعده اسباب. اول سبب زي ما قلنا هو الوقت، عامل الوقت مش مساعدك ان انت تغير مديرين فنيين دلوقتي، ولو ان كل شيء جايز. فانت لو عندك نيه ان انت تتخلص من كولر for whatsoever reason لازم يحصل اللي منه، مش بعد كده، لان بعد كده انت كده بتصعب الموضوع على نفسك اكتر. وكمان الانتقالات او الصفقات اللي انت هتجيبها هي جايه بناء على رغبه كولر نفسه، ومش عايز حد تاني جديد يجي لك ويبص على الصفقات ويقول لك لا ده مين اللي جاب دول، انا عايزهم يمشوا وعايز حد مكانهم تاني كده. انت بتحط نفسك في حسبة بيرما الصراحه. الحاجه الثانيه ان ماتشات الدوري الجايه، يعني بخلاف ماتش بيراميدز وماتش الزمالك، انت الماتشات اللي بعد كده في الدوري ماتشات يعني ضعيفه نسبيا مع كل الاحترام وتقدير لكل الفرق، واحتمال احنا نتوهم بالفوز الواهم. يعني شوف انا بفوز اهو في الدوري العام، بس على مين؟ يعني احنا جمهور الاهلي بنعرف نقيم الاهلي كويس، جمهور النادي الاهلي غير، حرفيا غير. على صعيد اللاعبين تعالى انا وانت كده نكمل دردشه ونشوف اللعيبه اللي ممكن تمشي من النادي الاهلي او لازم تمشي من النادي الاهلي، وعايزين نجيب مكانهم فريش لاجز، يعني ناس كده فريش تفور النادي معاها، ناس متعطشه للبطولات وعايزه تبني سي في قوي في الكارير بتاعها. على مستوى حراسه المرمى انا شايف ان حمزه علاء بعد المستوى الهائل اللي قدمه مع منتخب مصر للناشئين، حمزه علاء ما ينفعش يقعد في النادي الاهلي احتياطي اكتر من كده. الراجل ده لازم يطلع اعاره على لاي نادي مهما كان علشان رجله تبقى في الملعب. حمزه علاء في المستقبل بعد ما في تقارير بتقول ان الشناوي احتمال ان هو يجدد وبعد كده يطلع اعاره او بيع نهائي، فحمزه علاء هيكون الحارس الثاني عندك في النادي الاهلي بعد مصطفى شوبير. فالراجل ده محتاج فرصه ان رجله تكون في الملعب وياخد على جو المباراه. يوسف ايمن برضه من وجهه نظري هو لازم يمشي، لان يعني احنا ممكن نجيب حد اتقل من كده بكتير. احنا كده بنعاني على مستوى خط الدفاع ومش ناقصين يعني ان خط الدفاع يكون اسوأ من كده. خالد عبد الفتاح للاسف اخذ جميع الفرص اللي ممكن تتخيلها وما قدرش لحد دلوقتي ان هو يثبت نفسه كباك يمين يليق باسم النادي الاهلي. من الاخر مش ماتيريال للنادي الاهلي. كهربا برضو لازم يمشي ويتكل على الله وخلاص. دلوقتي في تقارير بتقول ان هو تعاقد مع النادي الاتحاد الليبي وهيروح له اعاره 6 شهور ويا ريت يشتري خالص. يعني كهربا احنا كلنا عارفين بجانب اسبابه الفنيه اسبابه الثانيه اللي الجمهور كله عارف. اكرم توفيق يعني في لغط كبير جدا حواليه وبقى في حساسيه ما بينه وما بين الجمهور، خاصه بعد ما هاجمته بعض الجماهير في الفتره الاخيره او في الماتش الاخير تحديدا. يعني كانت حاجه صعبه قوي علينا ان احنا نشوفها، فبقى في حساسيه ما بين اكرم والجمهور. فانا شايف ان اكرم توفيق لازم ان هو ياخد تجربه الاحتراف. كريم نيدفيد احد ابناء النادي الاهلي. كريم نيدفيد برضو يعني لعب في الاهلي وبعد كده طلع اعاره وبعد كده رجع تاني للنادي الاهلي، ومع كل الفرص دي يعني فشل ان هو يثبت نفسه في المكان اللي هو فيه. يعني حاجه من الاثنين، نقعد معاه ونشوف ان هو هل يا ابني انت عندك رغبه بتلعب في مكان تاني واحنا ما نعرفش، او هي دي امكانياتك. ولو هي دي امكانياته كريم نيدفيد لازم بصراحه يشوف نادي تاني يلعب فيه، لان برضو زي ما قلت لك احنا داخلين على ليفل الوحش، احنا محتاجين وحوش في الملعب. على صعيد اخر برضو احنا ممكن نقطع اعاره واحد زي اليو ديانج لسه على ذمه النادي الاهلي لما كانوش بقوا من ورايا يعني، وان شاء الله رب العالمين نقدر نأيد علي معلول بجد يا جماعه لازم يقعد في النادي، والله العظيم لازم يقعد في النادي. علي معلول لو مشي من النادي الاهلي انا هزعل جدا جدا جدا.
مش هقول حاجه تاني، بجد هزعل. تعالى بقى نبص على الثلاثه دول الثلاث ناشئين اللي تم تصعيدهم من فريق ناشئين للفريق الاول. عندك محمد عبد الله ليفت وينجر، سمير محمد سترايكر، مصطفى ابو الخير ميدفيلد. كان في بعض الماتشات مارسيل كولر اداهم على استحياء فرص قليله الى حد ما، وشفنا في محمد عبد الله لعيب بروميسنج جدا بس عايز رجله تبقى في الملعب اكتر، وشفنا من سمير محمد برضو ان هو لعيب بروميسنج جدا ان هو برضو يقدر يكون في سكواد النادي الاهلي. يعني انت عندك ازمه، ليه ما تجيبش حد من الناشئين يحل لي الازمه دي؟ ليه ما اديش حد من الناشئين شوط كامل بعد كده مباراه كامله؟ ما هو انا لحد امتى هقعد ادور على الناس اللي بتاخد ملايين الدولار؟ انت شايف اسعار اللعيبه عامله ازاي دلوقتي؟ بجد انت شايف اسعار اللعيبه عامله ازاي دلوقتي؟ ده راجل ايو داني اللي انت مش عندك سعره على ترانسفير ماركت دلوقتي 3.1 مليون يوروز يا مان. انت معاك بقى كام 3 مليون يوروز عشان تروح تجيب كام لعيب؟ خصوصا النادي الاهلي عايز له مش اقل من 5-6 لعيب. برضو بروح ادور على صفقات تفوق امكانياتي الماديه، وانا عندي قطاع كامل. قطاع ايه؟ عندي دولة كاملة مش قادر ان انا اطلع فيها الناشئين البارزين اللي يقدروا فعلا يمثلوا النادي الاهلي في الدوري او في البطولات الافريقية. احنا في ازمة كبيرة جدا انا عارف، ومش كل حاجة لازم هنروح نشتريها من بره. نبص على اللوكالز شوية يا جماعة، يعني نبص على واحد زي عمر مرموش ده طالع من وادي دجلة ويعني وفضل ان هو يحترف بره. شوف عمر مرموش فين دلوقتي. احنا ليه برضو ما نعملش معايشة مع الاندية الكبيرة، نشوف النظام التدريبي بتاعهم، نشوف بيناموا ازاي، بياكلوا ازاي، بيشربوا ازاي، بيتمرنوا ازاي؟ ليه ما نعملش الكلام ده كله؟ على حد علمي ان في ناس كتير جدا مدربين ومديرين فنيين طلعوا معاشه مع فرق من اوروبا والكلام ده كله. انا ليه برضو ما اروحش اطلع ناس من ابناء النادي الاهلي يطلعوا يعملوا معايشات، بدل ما اروح انا ادور على المدير الفني الاجنبي اللي بيكلف الخزينه بتاعتي مش اقل من يعني 200 300 الف دولار في الشهر. ده مبلغ مهول. فيا جماعه نفكر في حته الاستثمار شويه، نفكر في حته الاستثمار شويه، زي ان انا اجيب عمله صعبه. يعني انا عارف انت جماهير النادي الاهلي ما بتصبرش واحنا فريق بطولات والكلام ده كله، بس انت ممكن تاخد لك سنتين، يعني خلينا نقول سنتين، تعمل عمليه احلال وتجديد. ان شاء الله رب العالمين. انا متفائل ان احنا هنعمل ماتش عالي في الكوارتر فاينل. لسه هنستنى القرعه ونشوف مين اللي هيلعب معانا، وان شاء الله هننزل بفيديو تفصيلي عن الفريق اللي هيلعبنا في الكوارتر فاينل. هشوفك الفيديو الجاي. بيس يا مان.